السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. اكلة النهارده من الاكلات الاقتصادية وكمان اللذيذة والمميزة جدا اللي تستاهل التجربة بنسبة 100%. اكلة النهارده هي اكلة كفتة السمين او كفتة الشارع اللي واقفين بقى كده طوابير عليها في الشارع، بس بدل ما نجيبها من الشارع وممكن ما نكونش ضامنين جودتها، فهنعملها في البيت، هتكون طبعا اضمن بكتير. طبعا نشوف الطريقة، بس تشوفوا لايك حلو زيكم كمان اشتراك. اول حاجه بقى معايا كده بصلايه متوسطه مبشوره، معايا كمان ربع كيلو من اللحمه المفرومه، معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من بهارات اللحمه، وكمان نص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر. معايا كمان نص كوبايه من البرغل، انا البرغل بديله نص طحنه في المطحنه في البدايه، وبعد كده ببدا ان انا هحطه في بوله عندي، وكمان هضيف معاه نص كوبايه من الميه المغليه وهسيبه لمده 5 دقايق. طب بعد كده طبعا هنا عندي كان البرغل شرب الميه، فمحتاجتش ان انا اصفيه، يعني ما كانش فيه ميه. تمام، هبدا بقى كده ان انا اعجن بقى كده كل المكونات دي كويس جدا مع بعضها، وهحطهم بقى واحط الكفته عندي في الفريزر لمده ربع ساعه. وتعالوا بقى كده نحضر بقيه المكونات. معايا بقى كده 3 حبات من الفلفل الرومي، معايا كمان قرنين فلفل حامي، ولو حابه تزودي كميه الفلفل عن كده مفيش اي مشكله. هبدا بقى اقطعهم بالشكل ده. عايزه اقول لكم ان أنا لما باجي بس ان انا افضي البذر من الفلفل ما بفضيهوش كله، وده لان البذر بيدي طعم حلو جدا للفلفل، يعني مش لازم ابدا ان احنا نفضي البذر كله. طب هسيب بقى كده الفلفل على جنب، وتعالى بقى كده نحضر كمان 3 حبات من الطماطم. هشيل بس يعني كل اللي أنا محتاجاه بس اللي هو اللحم الطماطم، هشيل بس البذر والميه. هبدا برضه اقطعه بالشكل ده. هنا كنت طبعا خرجت الكفتة عندي طبعا بعد ربع ساعة. هبدأ بقى اشكلها بالشكل ده. اهم حاجة بس احضر شوية كده من الزيت وهدهن ايدي، بحيث ان الكفتة صراحة كانت ملزقة شوية، فعشان اشكلها بكل سهولة هدهن ايدي بشوية من الزيت. زي ما انتوا شايفين اهو بقى، بصوا كمية الكفتة حلوة جدا جدا. طيب بعد كده هحضر بقى كده حوالي كده فنجان الا ربع من الزيت، واهم حاجة ان اسخن الزيت كويس جدا، وبعد كده هبدأ انزل بيه كمية الكفتة. في البداية بس النار تكون عالية، وأول ما أبدأ أنزل بقى كده بالكفتة يا دوبك بس تقليبة كده سريعة، وبعد كده هخلي النار متوسطة، لأن أنا لو خليت النار عالية هتبدأ إن الكفتة تاخد يعني هتاخد لون، بس هيكون هتنشف معايا، مش هتفضل طرية. فأنا في البداية زي ما قلتلكوا بقلب بس الكفتة تقليبة سريعة على نار عالية، وبعد كده بخلي النار متوسطة. هنزل طبعا بالفلفل، هقلبه بقى كده تقليبتين برضو مع الكفتة. يعني بقلبه كده حوالي كده 3 دقايق، وبعد كده ببدأ ان انا اهدي النار، وبعد كده هغطي عندي حوالي كده برضو يعني ممكن مثلا نقول 5 دقايق كمان، بحيث بس اضمن ان الكفتة استوت. واخر حاجة بقى هنا عندي هضيف اللي هي بقى الطماطم الشرايح، وهقلب برضه يعني تقليبتين 3 كده، وبعد كده هبدأ ان انا اقفل النار. بس قبل ما اقفل النار هرش كده بقى كده حوالي ربع معلقة صغيرة من الملح. بقى كده نقدم الكفتة بقى ونشوف ايه الاخبار. عايزه اقول لكم ان هي طعمها لذيذ جدا ومميزه جدا جدا بجد، هيفوتك كتير جدا جدا لو مجربتيهاش. اتمنى طريقه النهارده تكون عجبتكم، وعجبكم الفيديو مش لايك حلو زيكم كمان اشتراك ومشاركه عشان الكل يستفاد. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله.